ريال مدريد يوفنتوس، برأيك هل هو النهائي المثالي بالنسبة لهذا العام كابتن طارق؟ صحيح، الكرة أنصفت أفضل فرق، لأن نقول أنا أفضل فرق وصلت إلى أدوار النهائية. اليوفي خطط للدور النهائي منذ سنوات، لأن في 2015 لما وصل إلى الدور النهائي ضد البارسا، اليوم تقريبا 7 لاعبين غادروا. اليوم في فريق جديد، واعتقد ان انتداب هيغوايين، انتداب الفيز، انتداب ديبالا حسن الفريق وحسن مستوى الفريق. وانا نقول فريق صعب تخطيه، لانه دفاعه حصين، دفاعه قوي، اخطاؤه قليله. ونقول لما الاخطاء قليله تكون يعني الفرص قليله، ولهذا اعتقد ان الريال تنتظر مباراه صعبه ليس بالسهله، امام دفاع حصين وقوي، وامام امكانيات هجوميه كبيره لفريق اليوفي. اليوفي أثبت جدارته أمام فرق إسبانية، إشبيليا في دور المجموعات، وأيضا أمام برشلونة في ربع النهائي كابتن طارق. صحيح، لما تلعب ضد أفضل 3 مهاجمين في العالم وما يسجلوكش في مباراتين، يعني أن اليوفي عنده إمكانية باش يفوز بالتشامبيونز ليج، وعنده إمكانية باش يكون خصم عنيد لريال مدريد. لكن على مباراة الريال خبرة، الريال وصل لأدوار نهائية في السنوات الأخيرة 3 أدوار، ولهذا أعتقد أنها باش تكون مباراة صعبة وصعبة جدا. الأخطاء ممنوعة، واستغلال الفرص تكون هامة جدا سواء للريال أو لليوفي. على كل شكرا جزيلا لك كابتن طارق.